على هامش حفل معاش الأستاذ محسن الرفعي لخروجه على المعاش. نلتقي مع الأستاذة وفاء صالح بمكتب تنسيق المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالشرقية. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك لسه حاصلة على حكم قضائي، عايزين نعرف ملابسات الموضوع ايه؟ والله انا كنت مدير اداره هي التعليميه لمده تتجاوز 2.5 سنين. قبلها كنت وكيله في الصالحيه ووكيله في ولاد صقر وبعدين وكيله في هي وبعدين مديره في هي، يعني اخذت اكتر من منصب قيادي. الحمد لله يعني باعتراف كل القيادات اللي اتعاملوا معايا كنت ناجحه جدا في عملي. ادارتي هي كانت الاداره الوحيده اللي ما فيهاش اي عقود مزوره باعتراف لجنه شؤون العاملين اللي جت من الوزاره. الإدارة كانت ماشية كويسة جدا، وكنت عاملة مشروع عشان نبني ديوان إدارة بالجهود الذاتية، لأن احنا متأجرين شقتين ب40,000 جنيه في السنة. يعني كنت بحاول أعمل حاجة صح في البلد. طبعا للأسف اكتشفت بعض الفساد واستيلاء على أراضي ملك التربية والتعليم، وابتديت أطلع الأحكام بتاعة الأراضي، وابتديت أطالب مجلس المدينة بإزالة ما على الأراضي من تعديات، وخاصة إن أرض منهم كان جاية ضمن الأولويات بتاعتها بناء. حضرتك نقدر نقول إن سبب من أسباب المشكلة اكتشاف حضرتك بعض الفساد؟ اكتشاف بعض أو كتير من الفساد اللي كان بيغطيه بعض الناس الكبار، إلى جانب أنه للأسف يعني إحنا حتى بعد ثورتين ما زالت الواسطة ليها دور كبير جدا في بلدنا للأسف. يعني إحنا أتمنى أن يجي يوم وفعلا يكون البقاء للأكفأ مش البقاء لصاحب الواسطة الأعلى، ولكن للأسف يعني فتم عمل نشرة نقل ليا من مدير إدارة هي إلى مدير إدارة الإناث، وأنا من سكان أبو كبير، يعني مسافة أكتر من 40 كيلو، هركب أكتر من وسيلة مواصلات. طبعا يعني مش منطق. فللأسف أنا طبعا رفضت تنفيذ القرار. سمعنا حضرتك عملتي إضراب. إضراب على الطعام وصل 118 يوم، فكتش الإضراب غير لما جاني وكيل أول وزارة أستاذ هشام السنجري ووعد بحل المشكلة. ولكن الحمد لله أنا أخذت حقي بالقضاء، وأنا فعلا أنا بشكر القضاء المصري. كلمة للقضاء المصري الشامخ بجد أنا حصول حضرتك على حكم بعودة حضرتك مديرية إدارة. أنا بجد بشكر القضاء المصري، وإن كنت بهيب بالقضاء بالعدالة الناجزة، بمعنى أنا قعدت 1.5 سنة طبعا بينظر لي نظرة، يعني أنا كنت حاسة إن فيها نوع من الإهانة. حقي اتاخد أكتر من 1.5 سنة، مع إني كنت رافعة قضية مستعجلة، ولكن برضو الحمد لله رب العالمين ربنا كان معايا، والقضاء المصري الشامخ أنصفني وإداني حقي في العودة مديرا لإدارة هي التعليمية تحديدا. حضرتك الحكم اتنفذ ولا لسه؟ للأسف لسه الحكم ما تنفذش. أنا طبعا تقدمت بالصيغة التنفيذية الأصلية بالحكم للأستاذ الفاضل وكيل أول وزارة الأستاذ محمد حسام. فعلا إنسان في منتهى الخلق، استقبلني استقبال يعني محترم جدا جدا في مكتبه، وأنجز معايا كتير، وحول الموضوع للشؤون القانونية، وطلع قرار أو عرض الشؤون القانونية بالموافقة على تنفيذ القرار، وراح للمحافظة للتنفيذ، وإن شاء الله رب العالمين هو هينفذ خلال أيام بسيطة إن شاء الله رب العالمين. طيب في نهاية اللقاء ممكن كلمة لزمايلك اللي هتشتغلي معاهم تاني؟ اطمئنان، حب، كيفما تشائي. اولا اهل هي كلهم بلا استثناء بيعرفوا قد ايه انا يعني حبيت الناس دي وحبيت المعامله معاها، واتعاملت مع كل العاملين سواء اولياء امور او طلبه او زملاء في العمل، كلهم كاخوه افاضل. وهنفضل ان شاء الله كاخوه افاضل. بالعكس الازمه اللي حصلت لي قوت الروابط والصله اللي بينا ما اضعفتهاش، وانا حتى هذه اللحظه ما زلت على صله بكل العاملين في هي وكل الاولياء الامور والطلبه. بيجيني انا تليفونات من بعض الطلبه يقولوا احنا فرحانين انك فعلا اخذت حكم وانك راجعنا تاني. فالعملية يعني بالعكس الأزمة اللي أنا مريت بيها زادتني ارتباط وصلة بكل الزملاء وبكل الناس اللي أنا تعرفت عليهم في هي، وأتمنى إن هم يقفوا معايا ويساعدوني، لأن مفيش حد بينجز لوحده ولا حد بينجح لوحده، أنا مش هنجح غير بيهم. فبتمنى إنهم يقفوا معايا علشان يعني نقدر نستعيد ونمشي إدارة هي إنها توصل تاني تبقى في أولى الإدارات المتفوقة في الشرقية إن شاء الله. شكرا أستاذة وفاء. شكرا.
شكرا لحضرتك وشكرا للنافذة بوست، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح دايما. نعم.